لو قلتلكم إن في رجل من قرية صغيرة في الغربية قدر يوصل لدرجة إنه يبقى زعيم الأمة كلها، ولو قلتلكم إن اسمه ارتبط بالوفد والدستور ومفاوضات الاستقلال، يبقى أكيد بتكلم عن مصطفى النحاس باشا. اتولد سنة 1879 في سمنود بمحافظة الغربية. نشأته كانت متواضعة جدا، لكنه كان متفوق في دراسته لحد ما اتخرج من كلية الحقوق سنة 1900. اشتغل محامي وبعدين قاضي، وهنا بدأت تظهر شخصيته اللي بتجمع بين القوة والالتزام بالقانون. اللحظة اللي غيرت مساره كانت لما اتعرف على سعد زغلول باشا. سعد زغلول كان زعيم الحركة الوطنية ضد الاحتلال البريطاني، والنحاس كان من أنصاره المخلصين. لما تشكل الوفد المصري سنة 1918 علشان يطالب باستقلال مصر، النحاس كان واحد من رجاله الأساسيين. بعد ثورة 1919 سعد زغلول بقى الزعيم الأوحد للوفد، وبعد وفاته سنة 1927 مصطفى النحاس اتولى رئاسة الحزب، وهنا بدأ عهده الطويل مع السياسة المصرية. اتلقب وقتها بزعيم الأمة. النحاس دخل رئاسة الوزراء 7 مرات متفرقة، وكان دايما صوته الأعلى في مواجهة الإنجليز. في عهده حصلت مصر على دستور 1923 اللي كان بيكفل حياة سياسية أقرب للديمقراطية، لكن في المقابل صراعه مع القصر الملك فؤاد وبعدين الملك فاروق كان عنيف جدا. من أبرز محطاته إلغاء معاهدة 1936. المعاهدة دي كانت عاملة شراكة بين مصر وبريطانيا، وبتسمح بوجود عسكري بريطاني في قناة السويس. النحاس شاف إنها بقت عبء على مصر، وفي سنة 1951 أعلن إلغائها من طرف واحد. القرار ده أشعل غضب الإنجليز، وبدأت معاه مواجهات كبيرة بينهم وبين الشرطة المصرية، واللي انتهت بمجزرة الإسماعيلية 25 يناير 1952. بعدها بيومين حصل حريق القاهرة. المدينة تحولت لجحيم، والمباني تحولت أغلبها رماد. الناس وقتها حملوا النحاس وحكومته المسؤولية، سواء بالإهمال أو التواطؤ، وده كان من الأسباب اللي عجلت بنهاية عصره السياسي. بعد ثورة 23 يوليو 1952 النحاس اتشال من المشهد تماما، اتمنع من ممارسة أي نشاط سياسي، واتحط تحت الإقامة الجبرية فترة. اتوفى سنة 1965 بعد حياة مليانة صعود وهبوط، مدح وهجوم. لحد النهاردة مصطفى النحاس بيقسم الناس، ناس شايفينه بطل وطني دافع عن الدستور وواجه الاحتلال بشجاعة، وناس شايفينه سياسي أخطأ وغرق مصر في صراعات مع الإنجليز والملك أدت لخرابه. لكن اللي محدش يقدر ينكره إن مصطفى النحاس باشا كان واحد من أهم رموز الحياة السياسية في مصر القرن العشرين، واسمه محفور في سجل الزعماء اللي غيروا تاريخ البلد.